في حتة شعبية من حوار القاهرة، كانت أم سعاد ست فاضلة بسيطة. مات جوزها فجأة وساب لها 3 عيال: كريم الكبير بعديه بسنة سعاد، وبعديها بسنة كمان مصطف. كانت ليس في الثلاثينات، وكان عندها أحلام وطموحات. كانت بتحب التفصيل وبتحلم تفتح أتوليه كبير. بس لما اتكسر ظهرها بموت جوزها، قررت إنها تكسر الحلم عشان تبني ولادها. اشتغلت في البيوت وفي المصانع وفي محل عصير، حتى اشتغلت شيف في حضانة. كانت بتروح الشغل من الفجر وترجع المغرب، ومن غير ما تشتكي. الناس كانوا بيقولوه: هي بتود العيال فين الرجالة؟ فين العم والخال؟ بس الحقيقة، ولا حد سأل ولا حد ساعد. الأعمام كانوا موجودين بس بالشكل، والخال كان مسافر ومشغول بنفسه. كبر كريم وبقي مهندس، وسعاد دخلت كلية تجارة، ومصطفى طلع دكتور. بس الأم كانت لسبة تطبخ وتغسل وتلف في المستشفيات تتابع صحة مصطفى، وتروح الكلية تدي مصروف لسعد. وفي يوم وهي قاعدة على السرير القديم، بصت في وش كريم وقلت له: أنا دلوقتي ماليش غيركم. الدنيا علمتني إن الظهر مش بس راجل، الظهر يبقى عيال بتسند وقلوب بتحس. كريم مسكن أيدها وقال: انت الظهر يا أمي، إحنا ما كناش نبقى حاجة من غيرك. دلوقتي دورنا إحنا اللي نسنده. ومن اليوم ده بدأوا يبلوا الأدوار. مصطفى بقي يديها الدكتور، وسعاد بتفسحها وتشتري لها لبس، وكريم رجع لها حلمها القديم وفتح لها محل تفصيل صغير وسماه إبرة أمي.